وداعا للزيوت والتعب في رمضان، وصفة فطائر بالسلق. شوفوا ما شاء الله، اقتصادية، وصفة بدون تعب، بدون بيض، ريشة. شوفوا قطن ما شاء الله. نقسم لكم برك حبة باش تشوفوا معايا كيفاش جاوني. شوفوا ما شاء الله، تحفة، خفاف مع الشوربة ولا حريرة، هذا واش يبغي القلب. شوفوا ما شاء الله، تحفة. جربوهم. وإليكم طريقة التحضير مباشرة. مغرف معمرة مليح خميرة الخبز، مغرف تاع السكر، عندي الكاس الأول تاع الماء، كاس ونص تاع الماء، عندي 4 مغارف كبار تاع الزيت، مغرف صغيرة خميرة الحلويات. الوصفة بدون بيض. عندي هنا الفارينة والملح. الملح للحصول على عجينة طرية. بعد ما لميت العجينة تاعي نخليها ترتاح ولا تتخمر مدة 30 دقيقة كافية، ونجو باش نكملوا الوصفة. بعد ما تخمرت لي العجينة درتها كويرات. شوفوا ما شاء الله كيفاش طرية. شوفوا دروكا نبدو في تشكيل العجينة. نجيبو صينية نديرو ليها ورقة طهي ولا ندهنوها بالزيت. شوفوا نجيبو عجينة، شوفوا نجيبو كاس، اي كاس تضغطيه بهذه الطريقه، لكن الكاس هذا ديريه في الفرينه باش ما تلصقش، خاطر العجينه خفيفه بزاف. لازم ديريه بهذه الطريقه كالفطائر. وتحشي هنايا غادي نحشيه باللحم مرحي والسلق. فطائر رمضانيه اقتصاديه. كي تقعدوا تشكلوا عاودوا دوروا عليهم بالكاس، ضغطوا بهذه الطريقه باش غير نوريكم. دركا نديروا الحشو. الحشو انا عندي كميه تاع السلق مع كميه تاع اللحم المفروم. هنا الحشو اللي عندكم. هاد الفطائر ما يتخمروش للمره الثانيه، يتخمروا المره الاولى. طيبيهم وتاكلوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. من هادو الاطراف اللي راكم تشوفيهم نتوما تقدروا تدهنوهم بالسمن، الزبده، الزيت، الحليب، الماء، ما كان حتى مشكل. صحيح. شوفوا في الاطراف انا غادي ندهن بالقهوه بهذه الطريقه، وندخل الفطائر تاوعي يطيبوا وتشوفوهم جاهزين ان شاء الله.